من هو عماد سعد الله وليه بالفعل بيقول ان هو رئيس مصر القادم؟ عماد سعد الله هو احد اطباء المصريين المتخصص في علم التجميل. عماد سعد الله هو يعني رجل مصري يحمل الجنسيه المصريه في الاربعينات من عمره، وهو حاليا اعتقد ان هو بيعيش بره مصر، وعشان كده عنده القدره ان هو يعني يطلع يعمل فيديوز وينتشر هذا الانتشار الواسع والسريع جدا على السوشيال ميديا، لان بالفعل هو يعني مؤخرا كان من الشخصيات اللي ظهرت وبقوه على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وبالتحديد التيك توك. فمهم جدا انك تعرف هل بالفعل الشخص ده عنده هذه السمات القياديه التي يستطيع من خلالها ان هو يقود مصر. طبعا عارفين ان مصر دوله مش قليله ان اي حد يطلع يقول انا رئيس مصر القادم. فشكرا لو انت اتفرجت على الفيديو ده، وكمان مهم انك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. الحقيقة الفيديو ده غريب من نوعه، لأن بالفعل طلع شخص بيقول أنا رئيس مصر القادم. لا، مش أنا كإيهاب الغرباوي هو اللي بيقول، والله الراجل ده بالفعل ظهر مؤخرا على السوشيال ميديا وخصوصا منصة التيك توك، وكمان بيتكلم بيقول إن هو رئيس مصر القادم، وإن هو جاي بخطط استراتيجية هيغير من شكل الدولة وكمان هيغير من شكل المعاملة داخل دولة مصر الحبيبة. طب هل بالفعل الراجل ده صادق ام كاذب؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله من خلال التحليل النفسي، من خلال علم الفراسه ولغه الجسد. وانا قابل غرباوي اخصائي التحليل النفسي من خلال علم الفراسه ولغه الجسد. كمان مهم جدا قبل ما نبدا التحليل دلوقتي اقول لك ان الراجل ده بالفعل بيكون مسنود من احد الداعمين على السوشيال ميديا، واللي بالفعل بيقولوا ان هم شافوا منام او في يعني اثناء النوم شافوا حلم بيقول ان الراجل ده هو الرئيس القادم. فبناء على ذلك الراجل ده طلع وبدا يقول ان انا رئيس القادم، وبدا يقول ان هو محتاج يعمل علاقات مع اسرائيل وعلاقات مع دول اوروبا بشكل عام علشان يعني يدعم العلاقات المصريه الخارجيه. وبيعتقد كمان ان الشخص ده ان بالفعل هيقدر ان هو يغير من شكل المعيشه في دوله مصر الحبيبه. ولكن كمان اعتقد ان هو جاي في توقيت سيء جدا، لان بالفعل يعني مصر بتمر اعتقد بيه يعني ببعض الازمات اللي ان شاء الله هتعدي منها، ولازم تعدي منها ان شاء الله في اسرع وقت ممكن. فاعتقد ان هو جاي بيصطاد في الميه العكره. فهل بالفعل الراجل ده مؤهل انه يكون رئيس مصر القادم؟ وهل بالفعل بيتمتع بالصفات الزعاميه والقياديه اللي تسهله الموضوع ده؟ ولا الراجل ده بيقول اي كلام؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. اعتقد ان انا طولت عليك، ولكن انا بعتذر جدا، المقدمه دي كانت مهمه جدا. فيلا بينا نبدا الفيديو ونشوف الحقيقه. طيب مبدئيا خلينا نبدأ كده زي ما تعودنا بشكل مباشر وشكل صريح في تحليل شخصية أي شخص من الملمح الأكثر بروزا أو الملمح الأكثر وضوحا في الشخصية، وده اللي احنا بنعتمد عليه وبنسميه مفتاح الشخصية. طيب مفتاح الشخصية عند الدكتور عماد يبان من حاجتين. الحاجة الأولى وهو الوجه المستطيل، الحاجة التانية وهي شكل الجبهة. طيب نبدأ كده من شكل الجبهة، بحكم اني انا شخصيا بحب ابدأ دائما تحليلي من شكل الجبهة او من الملمح الاكثر بروزا بعيدا عن الاطار الهندسي للوجه. طيب شكل الجبهة هنا بيقول ان هي تحمل صفتين او تحمل نوعين. الصفة الاولى وهي الجبهة المربعة، الصفة الثانية وهي الجبهة العريضة الطويلة. طيب بالنسبة للجبهة المربعة فالسمة هنا موجودة بنسبة 70%، وبالنسبة للجبهة العريضة الطويلة موجودة بنسبة 50%. فهنعتمد ان هي جبهة مربعة. طيب صاحب الجبهة المربعة سياسيا، خد بالك بقى احنا هنا هنربط كلامنا كله سياسيا كإدارة. طيب صاحب الجبهة المربعة مبدئيا من الشخصيات اللي بتميل بشكل كبير جدا الى التغيير والتجديد والتطوير. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان شخصية زي كده لو كانت عنده القدرة ان هو يفعل الاوبشن الخاص بالتطوير واعادة الهيكلة واعادة الانشاء واعادة التطوير، فالشخص اللي زي كده هيكون من اكتر الشخصيات المناسبة قوي للحتة دي وهيدعمها بشكل كبير جدا. وده ليه؟ ده لان هو عنده قدرة عالية على ممارسة التغيير والتطوير بشكل مستمر. فدي لو اخدناها من الجانب الاداري او الجانب السياسي هنلاقي ان هي من احد الصفات
الكويسة جدا، ولكن وناخد بالنا من ولكن دي، ان هو بالفعل من الممكن ان هو يقع في مزيد من الاخطاء او في كتير من الاخطاء بسبب حبه للتغيير او التطوير بشكل مستمر. وطبعا ده بيكون ليه حسابات ودراسات اخرى زي ما احنا عارفين. طيب الملمح رقم 2 او الملمح الاكثر بروزا مرة تانية عند الدكتور عماد، هنلاحظ ان الحاجب عنده من نوع الحاجب يعني صاحب النتوء العظمي من الداخل. طيب ايه كمان؟ هنلاحظ ان الحاجب من النوع المائل لاسفل، وكمان هنلاحظ ان الحاجب غير مكتمل. طيب ده معناه ايه؟ نبدا كده من اول النتوء العظمي. هنقول ان الشخص ده من الشخصيات كثيرة الاندهاش. يعني ايه كثيرة الاندهاش؟ يعني الشخص اللي زي كده ما بيقتنعش بأي شيء بسهولة، بل بيحتاج مزيد من الأخبار، مزيد من يعني بنسميها كده البيانات، مزيد من التحليلات، بيحتاج مجموعة كبيرة جدا من المراجع والمعلومات علشان ياخد قرار في شيء معين. طيب الخطين او العظمتين دول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هذا الشخص من الشخصيات المثقفة جدا، من الشخصيات اللي عنده معلومات كتير جدا، علشان كده دايما تلاقيه بيندهش في معظم الحاجات اللي بيسمعها، واللي هو بالفعل عارف صحتها طبعا، وعارف يعني تكوينها ايه. الملمح اللي بعد كده وهو وجود مسافة ما بين طرف الحاجب والرموش او رمش العين. طب المسافة دي هنا هنلاحظ ان هي واضحة ولكن الى حد ما. طيب ده معناه ايه في الفراسة؟ ده يقول لك ان الشخص ده من الشخصيات يعني الحذر والمتأني في ردود افعاله وفي قراراته. كمان يقول لك حاجة تانية، يقول لك ان هذا الشخص يتمتع بعلاقات اجتماعية قليلة جدا، يعني أصدقائه المقربون قليلين جدا. كمان يقول لك حاجة كمان، إن الشخص ده تحليلي جدا، عنده سمات التحليل وجمع البيانات. طيب كل ده يتماشى مع الجبهة العالية العريضة، وكمان يتماشى مع الجبهة المربعة. طيب هناخد بالنا هنا بقى كمان حاجة حاجة مهمة، إن الحجم الأنف عنده برضو من نوع الحجم الأنف الكبير أو الطويل شوية بنسبة 70 80%. وده معناه ان شخص بيتمتع بالطموح، يتمتع يعني بالمثابره، ويتمتع ب يعني الشغف، وعنده الحاجات الكويسه الجميله دي كلها. طيب حاجه تانية بقى، هنلاحظ برضو ان العيون يعني بيتمتع بالعيون الزرقاء والعيون الخضراء. وزي ما قلنا قبل كده في الشورتس اللي احنا عملناها عن العيون الملونه، ان الشخص اللي زي كده لو انت بتقابله لاول مره هتشعر بعدم ارتياح في التعامل معاه. طيب ايه كمان اللي هيقول لك ان الشخص اللي زي كده او اللي كمان اللي يثبت لك ان ممكن بنسبة كبيرة تلاقي عدم ارتياح؟ هي لون الشعر. طب اذا لون الشعر مع لون البشرة مع لون العين الملونة بنسبة كبيرة ممكن يقول لك ان هذا الشخص يوجد فيه عدم ارتياح في التعامل مع الاخرين. وطبعا هو بيحتاج مزيد من يعني التعامل الايجابي والاجتماعي بشكل احسن علشان يعني يكسر هذه القاعدة او هذا البعد. طيب كمان هناخد بالنا ان طرف الانف مائل الى الاسفل. فهنا بقى يقول لك ان الشخص ده شكاك جدا، شكاك بيحب اللي يجمع المعطيات. طيب شكاك مش معناه ان هو يعني مخون، ولكن هو بيحب يجمع كل البيانات. فالشخص زي كده بالمناسبه لو عاوز يعمل حاجه تلاقيه بيجمع عنها بيانات ويجمع عنها معلومات وتحليلات وحاجات من هذا القبيل. شوف احنا اتكلمنا في كذا ملمح، بنقول ايه؟ بنقول شكاك، بنقول تحليلي، بنقول ارقام، بنقول حسابات، بنقول كل الكلام ده. يا جماعه هو ده الربط اللي احنا بنعمله، هو ده اهم شيء في التحليل، انك تبقى عندك القدره على الربط الملامح علشان تطلع بكامل او بتوتال الشخصيه. طيب هنلاحظ كمان ان في مسافه ما بين الشفه العليا وطرف الانف، ويقول لك ان المسافه دي معناها ان الشخص ده يعني عنده قدره على التعامل مع الاخرين، ما عندوش مشكله. ولكن زي ما قلت لكم المشكله دايما بتيجي من الجانب الاخر، ان الناس ممكن ما تجدش نوع من انواع الارتياح في التعامل معاه. طيب كمان الشخص زي كده عنده خطين او قوس كده حوالين الانف، وده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان هو عنده قدره عاليه جدا على استخدام نبرات صوته، على استخدام لغه جسده، على استخدام تعبيرات الوجه. طيب الشفه العليا الى حد ما ممتلئه، فده يقول لك ان الشخص ده بيجيد التاكيد على الكلام مره اخرى. ومن الممكن بالمناسبه ان يوصل بيه المرحله ان هو يكون بيتكلم كتير ويدخل في منطقه الرغي يعني. طب الشفه السفلى نلاحظ ان هي يعني الى حد ما فيها اعوجاج شويه، وده يقول لك وطبعا مع يعني حجم الشفه ان هي غير ممتلئه او ان هي يعني نحيفه الى حد ما. فده يقول لك كمان ان هذا الشخص يعني لا يجيد العطاء
بشكل كويس، ولكن عطاؤه هنا مشروط. والاعوجاج ده بالتحديد بيقول لك ان العطاء عنده عطاء مشروط، يعني هيديك شيء مقابل شيء، مش هتديله شيء مش هيديلك شيء. طيب نلاحظ بقى شكل الدقن عنده فيها ملمحين. الاول ان هي بارزه لبره شويه، فده يقول لك مع الوجه المربع او مع الوجه المستطيل ان الشخص ده ممكن يكون عنيف، فبالتالي هو ممكن يتعامل معاك فكريا او يتعامل معاك يعني بالبق زي ما احنا بنقول كده شويه، ولكن لو ضغطت عليه هيفلت اعصابه هتفلت، وممكن يستخدم ايده ويمد ايده. وكمان يقول لك ان هي جبهه عريضه، ان هو شخص مشاكس جدا لابعد حد. الثقه بالنفس عنده بنسبه 60 او 55% كمان، لا تزيد عن هذا الحد، مع العلم ان الاطار الخارجي للوجه هو الوجه المستطيل، وزي ما احنا عارفين ان الوجه المستطيل بيتمتع بثقه بالنفس عاليه، ولكن الوضع هنا يختلف تماما مع الدكتور عماد سعد الله. اما بعلاقه او بخصوص موضوع ترشحه او عدم ترشحه، فده احنا متعودين دائما كده في كل يعني فتره لازم يطلع حد يعني يثير الجدل في موضوع الترشح الرئاسي، او ان هو يعني عايز يغير او عايز يطور، ولكن دي كلها بتكون يعني نوع من انواع الدعايه او نوع من انواع تقدير الذات. وحد هيقول لي طب ده راجل طبيب ومشهور ويعني ثري وبره مصر وكل الكلام الجميل ده ومش محتاج الكلام ده. يا جماعه مفيش حد على وجه الارض لا يحتاج الى التقدير الذاتي، ويحتاج انه يشعر ان هو معروف لدى الجمهور، وان الناس يعني بتنهال عليه او الناس يعني بتقبل عليه علشان يعني تتعامل معاه، او علشان حتى ان هي تسلم عليه او تشوفه. فلو ممثل مشهور ومشهور جدا دخل في مكان ويعني شعر كده ان محدش مديله اهتمام، هتلاقيه عمال يروح ويجي ويتحرك في كل الاتجاهات علشان يلفت الانظار اليه ويحصل على التقدير الذاتي. حتى لو الناس عارفاه، هو يحب ان الناس تروح تسلم عليه والناس تقول له احنا عايزين نتصور معاك، ويعني يظهر او يعني يبقى في نوع من انواع التقدير الذاتي او تقدير الذات. وكده يا صديقي العزيز نكون وصلنا لنهايه الفيديو من التحليل النفسي من خلال الفراسه للدكتور عماد الدين سعد الله، واللي بالفعل بيتكلم وبيقول ان هو رئيس مصر القادم. طب مهم قوي بس ان انا اقول لك كده شويه تفاصيل عن هذا الطبيب او عن هذا المرشح الرئاسي القادم كما يزعم. من هو عماد سعد الله وليه بالفعل بيقول ان هو رئيس مصر القادم؟ عماد سعد الله هو احد اطباء المصريين المتخصص في علم التجميل. عماد سعد الله هو يعني رجل مصري يحمل الجنسيه المصريه في الاربعينات من عمره، وهو حاليا اعتقد ان هو بيعيش بره مصر، وعشان كده عنده القدره ان هو يعني يطلع يعمل فيديوز وينتشر هذا الانتشار الواسع والسريع جدا على السوشيال ميديا، لان بالفعل هو يعني مؤخرا كان من الشخصيات اللي ظهرت وبقوه على منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وبالتحديد التيك توك. فمهم جدا انك تعرف هل بالفعل الشخص ده عنده هذه السمات القياديه التي يستطيع من خلالها ان هو يقود مصر. طبعا عارفين ان مصر دوله مش قليله ان اي حد يطلع يقول انا رئيس مصر القادم. فشكرا لو انت اتفرجت على الفيديو ده، وكمان مهم انك تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك فيديو جديد والسلام عليكم. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا على انستغرام واتساب.